جيت اعمل الوصفه اللي بحبها ولعت في المطبخ. الوصفه دي من حبي فيها انا بعملها في الاسبوع مره او اتنين. شايفين حجم السندوتش قد ايه؟ ده فعلا طلع اكبر من كف ايدي. مش عايز اقول لكم ان السندوتش ده بره ثمنه وصل ل 150 جنيه. وصدقيني انت كمان لو جربتيها ولادك هيطلبوها منك كل اسبوع. سهله واقتصاديه ومكوناتها كلها موجوده في كل بيت. والاهم من ده كله انها مشبعه جدا. قبل ما ابدا الفيديو ليا طلب عندكم، كله ينزل في الكومنتات ويصلي على الرسول. وما تنساش اللايك الجميله بتاعتك. ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني جدا. النهارده وصفتنا سهله وبسيطه وهي شاورمه الفراخ. انا عامل الوصفه دي للجماعه اللي ما بيحبوش ولا الزبادي ولا التوم. معايا النهارده كيلو من شاورمه الفراخ متقطعه رفيع جدا ومغسوله بالخل والليمون والدقيق. عشان تقطعي الشاورما بالطريقه دي لازم تجمديها في الفريزر كويس جدا وسكينه حاميه وتبتدي تقطعيها. ودي مجموعه من التوابل هتعجبكم جدا مع الشاورما. ونيجي بقى لاهم مكون معانا اللي عجبني جدا في الوصفه دي، كيس ماجي بهارات الشاورما. بصراحه عزز الطعم وخلى الطعم بتاعها جميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه، وهو مكتوب عليه مخصص للشاورما. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. اهم حاجه نجيب بوله كبيره عشان خاطر تشيل كميه الكيلو بتاعتنا. هنبتدي باول حاجه فيها بالمواد السائله. هنزل باول حاجه معايا اهم 3 معالق من الزيت. انا هنا استخدمت زيت ذره، ممكن تستخدمي اي نوع زيت تاني بتحبيه. عليهم كمان عصير ليمونتين كبار. طعم الليمون مع الشاورما بيوديها في حته تانية خالص. وهستعمل كمان معاها معلقتين كبار من الخل. والخل والليمون بيساعد على تطريه اللحمه، يعني ممكن استخدمهم بدل الزبادي. وعليهم كمان نص معلقه كبيره من الفلفل الاسمر. المكون اللي جاي دون بيخلي طعم الشاورما في حته تانية خالص بجد يعني. دي حوالي نص معلقه صغيره من السماق. وانا هنا هضيف الملح، والملح هنا على حسب الرغبه، ونخلي بالنا عشان خاطر التتبيله بتاعت الشاورما مملحه شويه. وهنا هضيف حوالي نص معلقه كبيره بصل بودر. هنيجي بقى لبهارات الشاورما. انا هحط يا دوبك نص الكيس لان انا معايا كيلو من الشاورما، فانا هضيف نص الكيس بس. وبعد ما تخلصي اقفلي الكيس كويس واستخدميه في اي وصفه تانية تعجبك. هاتي بقى المضرب بتاعك، واهم حاجه في الوصفه دي انا عايز كل المكونات دي تتضرب كويس جدا مع بعض. بالاخص ان هي فيها زيت وفيها ليمون وفيها خل، فانا عايز كله يمتزج مع بعض كويس جدا. مش عايز اقولك وانا بقلب بقى الريحه طالعه عامله ازاي. الريحه بتاعتها طالعه تحفه. واللي بيحب الصويا صوص او بيحب الدبس الرمان ممكن يحط منها، بس انا ما رضيتش احط عشان خاطر الخلطه ما تطلعش غامقه معايا. هجيب بقى كيلو الشاورما بتاعتنا المغسوله كويس جدا. طبعا قلت لكم مغسوله بالدقيق وبالخل وبالليمون ومتنضفه كويس جدا، بس اهم حاجه ان احنا نصفيها كويس جدا من الميه عشان خاطر ما تنزل في التتبيله ما تبقاش خفيفه. هقلب التتبيله بتاعتي كويس جدا، واهم حاجه اتاكد ان كل مكونات الشاورما امتزجت كويس جدا مع التتبيله. بعد ما اخلص خالص هجيب استريتش واحطها في التلاجة لمده ساعتين، اقل حاجه ساعتين عشان تاخد طعم مميز. والتتبيله دي برضو تنفع للحمه، بس ممكن نزود معلقه طحينه. هنيجي بقى للخضار اللي هنستخدمه مع الشاورما. هستخدم هنا، انا استخدمت كيلو من الشاورما، هستخدم معاه حوالي نص كيلو او اكتر من الفلفل الرومي. وهنخلي تقطيع الخضار كله شرايح عشان عايز يكون باين في الأكل. ولو بتحب الاكل سبايسي ممكن نقطع قرنين فلفل حامي، بس لو عندك اطفال بلاش منه احسن. ويا سلام لو عندك اي نوع مخلل زي اللفت او الخيار. وهستخدم كمان مع الوصفه حوالي كيلو الا ربع من البصل. كيلو الا ربع من البصل، ان البصل مع الوصفه دي بيدبل ومش بيبان، فالشاورما بتحتاج بصل كتير. وهقطع كل كميه البصل اللي عندي دي جوليان طرنشات كده زي ما انتم شايفين، او حلقات بصل. نيجي بقى لاهم مكون في الشاورما وانا بحبه جدا، هو البقدونس. ده اللي بيخلي الشاورما بتاعتنا ليها طعم وليها ريحه مميزه جدا. وعايز البقدونس يكون متقطع تقطيع رفيعه، عشان كده طبقته التطبيقه دي، ودي اسهل طريقه لتقطيع البقدونس. هتقطعيه تقطيع رفيعه هيطلع معاك المنظر دون. ولو حسيت ان لسه في قطعه لسه كبيره ممكن نعيد عليه بالسكينه تاني مره واتنين. وطبعا وصفه الشاورما اساسي فيها الطماطم، بس انا هنا اخترت الطماطمايه اللي تكون ناشفه جدا، لان انا هستخدم هنا لحم الطماطم بس. هخليها من البذر بتاعها. فانا هنا هقطعها نصين، وكل نصين هقطعها على ربعين. بعد كده هقطع بالسكينه بالطريقه دي واخلي اللحم بتاعها عن البذر. انا كان ممكن اعمل الطرق دي كلها والتقطيع ده قبل ما اشتغل، بس انا حبيت اخواتنا البنات الصغيرين يتعلموا الطريقه صح من اولها. وده كده شكل لحم الطماطم معانا. انا بقى هبتدي اقطعه شرايح زي ما انا قطعت البصل شرايح، والفلفل الرومي كان متقطع برده شرايح، عشان الشكل كله يكون متناسق. ولو انت بتعملي الشاورما بنفس الطريقه دي قولي لي في الكومنتات. وادي الشاورما بتاعتي جبتها من التلاجة، قعدت بالظبط معايا حوالي ساعتين في التلاجة. الريحه بتاعتها طالعه تحفه بصراحه والله. يعني بدون مبالغه مش عايز اقول لكم الريحه طالعه جميله جدا. هنحضر معانا طاسه، بس الطاسه دي لازم تكون كبيره شويه. وهسخنها كويس جدا على النار. وانا هنا استخدمت بتاع حوالي معلقه كده من اللية. هسخنها بتدي طعم كده وريحه تحفه قوي مع الشاورما. هبتدي اسخن فيها واسيبها لما تسلي خالص، وانزل بالشاورما حبه حبه. يعني مش هنزل بكل الشاورما مره واحده عشان خاطر ما تنزلش الميه بتاعتها. اهم حاجه ان النار بتاعتي تفضل عاليه على طول، وما انزلش كميات كبيره، وكل ما انزل كميه احرك الطاسه. في اللحظه دي بنتي طلعت تجري من جنبي، افتكرت المطبخ بيولع. هفضل بالطريقه دي كل ما احس ان الكميه اللي انا حطيتها ابتدت تشمع وتمسك نفسها احط كميه تاني صغيره لحد ما اخلص كل الكميه اللي موجوده عندي. انا تقولي دلوقتي انت معذب نفسك ليه ما كنت حطيت كميه الشاورما كلها على بعضها في الاول؟ والله لو كنت حطيتها كلها على بعضها في الاول كان زمان قدامي دلوقتي شوربه شاورما. شايفين المنظر ده كده؟ هي كده استوت بقت جميله جدا، وفي نفس الوقت خدت تحميره حلوه قوي هتفرق برضه معايا في الطعم. اول ما تستوي بالطريقه دي على طول هنزل بالبصل بتاعي واديله تقليبه صغيره كده،
وراه على طول هننزل كمان بالفلفل. احنا هنا مش هنطول خالص على الخضار، انا عايز الخضار بتاعي يكون لسه صابح وفريش، يعني مش هسيبه لما يدبل خالص. يا دوبك كل حاجه من اللي انا هحطها هما تقلبتين وهطفي النار على طول. انا كده نزلت بالبصل بتاعي ونزلت بالفلفل الرومي والطماطم اللي انا كنا مقطعينها مع بعض لحم كده خلاص. حتى بص الطماطم عامله ازاي ماسكه نفسها. وكده انا خلاص هطفي النار وهحط البقدونس بتاعي واقلب الخلطه كلها وانا طافي النار. بتاعتنا انتهت وخلصت. بص كده جمال الشاورما اللي قدامنا دي، تحسي الالوان بتاعتها جميله جدا، فيها الاحمر وفيها الاخضر، وفي نفس الوقت هي مفلفله، فجميله جدا في السندوتشات اللي هنعملها. بص عامله ازاي تحفه بصراحه. يلا بينا بقى نعملها سندوتشات جميله جدا وحاجه كده هتعجبكم ان شاء الله. انا جبت النهارده عيش سوري وهنعمل النهارده سندوتشات الشاورما في العيش السوري. حاجه كده بصراحه في منتهى الجمال ومنتهى الروعه. اول حاجه لازم اتني التانيه دي تعتبر البيز او القاعده اللي هبني عليها السندوتشات بتاعتي. ودي توميه انا كنت عاملها تحفه بصراحه. لو انتوا حابين يعني عايزين تعرفوا الطريقه ممكن انزلها لكم في فيديو ان شاء الله. بعد ما احط التوميه بتاعتي هنزل بالشاورما بالطريقه دي. هنا بقى انت حره، الملعب بتاعك انت، ممكن تحطي الحاجه اللي انت حباها. انا هنا حطيت بطاطس محمره، ممكن لو عندك خيار مخلل ممكن تحطي خيار مخلل معاهم. ممكن مايونيز، انا احط كمان كاتشب. انت هنا صاحبه القرار، اي حاجه ممكن ولادك بيحبوها ممكن كمان تضيفيها عليها. لو مش حابه التوميه ممكن نشيل التوميه ونحط مكانها طحينه، لكن انا بالنسبه لي كان كده تمام قوي. التوميه وشويه الكاتشب والشاورما وشويه البطاطس كده زي الفل قوي. كنت اتمنى يكون عندي كمان خيار مخلل بس مفيش للاسف. طبق بقى السندوتش بالطريقه دي. اهم حاجه نحكم السندوتش عشان خاطر ما يفكش. انا بعد ما اطبقه بالطريقه دي هاخده على النار واحمص السندوتش، واحلى سندوتش شاورما سوري هتاكلوه. المحلات بره عاملاه ب 150 جنيه ومسماه شماريخ. وده شكل السندوتش بتاعنا بعد ما طبقناه. هناخد بقى السندوتش بتاعنا على الجريل كده وهنشوف هنعمل فيه ايه. انا عندي جريل مسخنه كويس جدا ودهنها ماده دهنيه. انت بقى عايزه تحطي شويه زيت، عايزه تحطي زبده، بس بالزبده مع شويه زيت بيكون اطعم واحلى. اهم حاجه نحط السندوتش على مكان القفل اللي تحت ولو عندك حاجه تقيله ممكن نحطها عليه عشان نعمل بصمه. انا هقلبه على كل جنب لمده دقيقتين وهيكون ده الشكل النهائي ليه. احلى سندوتش شاورما بالعيش السوري. تحفه جدا ومشبع جدا جدا جدا. انا مش عايز اقول لكم ان الكيلو شاورما ده عمل معايا حوالي 15 رغيف من حاجه كده مشبعه. بص حجم الرغيف عامل ازاي، والتحميصه اللي من كل جنب. حجم سندوتش مش صغير يا جماعه، في الكاميرا مش باين، ده بص اكبر من كف ايدي. حاجه كده هتعجبكم ان شاء الله. تعالى كده نوريكم كده نقطع السندوتش واوريكم الشكل من جوه عامل ازاي. انا السندوتش ده من السندوتشات المحببه ليا، انا ساعات بعمله شاورما واحيانا بعمله كبده، بيبقى جميل جدا في العشاء ومشبع جدا. تعالى بقى كده نشوف الطعم كده وندوق واقول لكم ايه الاخبار. بكل امانه والله. والله طعمه تحفه جدا. وبكده احنا خلصنا حلقه النهارده، واقول لكم متشكرين جدا للمتابعه، والسلام عليكم.